في برنامج العالم وسموا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. يعني الهجاص واحد بيهجص على الناس كلها، واحد بيحقد وبيغل تجاه النادي الاهلي اللي عملوا مرض نفسي وعملوا نفسي وعملوا نفسه مش طبيعي. واحد بيعمل تعصب وفتنه في مصر، هو منبع للتعصب فتنه في مصر. طبعا هو شخص كاره وحاقد وغلبي جدا تجاه النادي الاهلي اللي عملوا مرض نفسي وعملوا نفسي وعملوا عقده نفسيه بجد. يعني طبعا هو بيحب يسير الجدل بكام تعصب فتنه وبيحب الترند واللقطه. طبعا طبعا هو بيقول كلام بشع عن النادي، كلام غير محتوى النادي، كلامه بينم عن التعصب فتنه في المسار. طبعا بيقول كلام كله كذب وافتراءات عن النادي، بيقول حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خاله. فواضح الاهلي عمل مرض نفسي وعمل نفسي وعمل عقده نفسيه بجد. يعني طبعا هجاص رضا عبد العال طبعا هو ب 100 وش بتراهم، ما عندوش شخص اصلا، ما عندوش مبدا في حياته. تصوم نافق ومدرس وكتاب انه بيكره وبيغل وبيحقد، والشر ما بيتجاه النادي عمل مشكله عمل عقده من سنين لانه بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا يا فيديو بجد والله العظيم حاجه في منتهى الحقد والغل وحاجه غير محترمه وحاجه في منتهى التعصب فتنه. تعالوا شوفوا كده. ورب الكعبه خدها مني بقى، خدها مني وسجلها للتاريخ. خدها مني كل لما يشوفوا جزيره يتحسروا ان هم خدوا زيزو. مين دول؟ جماهير الاهلي. يعني والله عايز اقول لك هجاص الاهلي هيفضل مجننك وهيفضل مربي لك خفيف. هجاص طلع بيقول كلام اوهام من دماغه، اوهام حقيقي بجد، اوهام ومرض نفسي تجاه النادي الاهلي. الهجاص طلع بيقول ان احنا كل ما نشوف، احنا بقى جمهور الاهلي بيقول لك علينا احنا، بيقول علينا احنا كل ما نشوف جزيره بنتحسر على زيزو. ده اللي هو فين ده يا هجاص؟ عايز اعرف. جزيره مش جزيره ده اللي انت بتشيد وبتقول مش جزيره ده بتقول عليه اللي احنا بنتحسر عليه ومش عارف ايه. مش هو اللي كان في الثلاث ماتشات ما كانش موجود قدام النادي الاهلي؟ بلاش دي. في الدور الاول احمد نبيل كوكا كان حاطه في جيبه، كان مش موجود، كان قافل عليه. نفس الكلام ماتش بتاع 3-0 ما كانش موجود. بزيادة في الماتشات المهمه ما بيكونش موجود اصلا وما يكون مختفي في ماتشات الاهلي والماتشات المهمه. فانت بتقول كده هجاص ليه؟ هقول لكم ليه يا جماعه، كلكم عارفين ليه. لان بالمختصر عشان زيزو بس، كلمه واحده، عشان زيزو. عشان زيزو وجعه بس. فهو بيتكلم بيقول لك بزيادة بيجايب زيزو في النص. طب انت جبت زيزو في النص ليه؟ هو زيزو ايه سيرته في الموضوع؟ ما تعرفش ليه؟ لان زيزو هيفضل وجعه حتى لو بعدين هيفضل وجعكم وهيفضل مربي لكم الخفيف وهيفضل مجننكم وتفضل الصفقه دي هتفضل مجنناكم على طول. فهو دايما كده على طول. الهجاص طلع بيهبط، طلع الاهلي دايما عامل له مرض نفسي دايما، وزيزو حقيقي وجعه تعبه قوي قوي يعني. فعايز اقول لك يا هجاص الاهلي دايما هيفضل مربي الخفيف وهيفضل مجننك وهيفضل وجعك ويفضل عامل لك عقده نفسيه. طبعا هجاص رضا عبد العال قلت لكم هو بيحب يسير الجدل بكام تعصب فتنه وبيحب الترند واللقطه. طبعا هجاص رضا عبد العال طبعا هو كاره النادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. رضا عبد العال اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنى في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. رايح للاهلي انسى وارجع